بقالي 5 شهور بدفع الفلوس في ميعادها، بس حصل لي ظرف في البيت والدنيا زنقت معايا شويه فما دفعتش، بس اديت للكابتن وعد ان الشهر الجاي مش هاخر عليه. وهوب، اول ماتش بعد ما كلمته قعدت دك، استغربت جدا. امال فين كلامك ووعودك ليا ونجم الفرقه وبتاع؟ بس زي ما قلت لك من شويه، هو مش باصص لحاجه غير الماديات. فهمت الدنيا وما بقتش اروح التمرين، وقلت في نفسي انا ما بستفادش حاجه. الموقف ده زعلني قوي، خصوصا ان اللعيب اللي نزل مكاني كان على قده خالص. في الكوره مفيش حاجه اسمها هنزله ماتش دوري علشان يتعلم، مش موجوده في حته دي غير عندنا احنا في مصر. اي حته في العالم لو انت مستواك كويس هتلعب، لو مستواك ما يأهلكش انك تلعب دوري مش هتلعب اصلا في نادي. المهم قعدت فتره وحشه النادي، والكابتن تقريبا الدنيا زنقت معاه في الفلوس شويه وكلمني تاني وقعد يشرح لي ليه عمل كده، وان حرام عليه يبقى في حد دافع ما بيلعبش وفي حد ما دفعش بيلعب. للاسف هو كلامه منطقي، بس هو مش صح، لان اصلا المبدأ من الاول غلط. ولاش حد يقول لي انت وافقت من الاول. اسأل اي ناشئ في مصر، انت مجبور على الوضع ده. انت لو ما عملتش كده حرفيا هتبطل كوره. المهم لعب في دماغي تاني، بس انا كنت فهمت خلاص ان الاولويه للفلوس. انت اصلا مالكش في الشغلانه. انا ما تنفعش تبقى مدير مكان. انت اخرك بتاع حواوشي، وشك بتاع حواوشي يا متصابي. بدأت اهمل في التمرين خلاص، وادفع فلوس في اول الشهر والعب الماتشات من غير ما اتمرن، وما يقدرش يكلمني لان انا كده كده دفعت له الفلوس. فضلنا كده لغايه اخر الموسم، وطبعا انا متعلمتش اي حاجه واتقفلت من الفرقه لغايه ما خلصنا كل الماتشات. وطبعا ما كسبناش غير ماتشين 3، واللي كسبناهم دول اصلا كانوا انسحاب، واللي كنا نلعبهم ونكسبهم كنا بنتاكد ان دول زيهم زينا نادي استثماري. المهم ان الموسم خلص وانا خدت قرار خلاص ان انا عمري ما هكمل في الفرقه دي. برد السجان على الجدعان حسابه